يا مساء الخير، يا مساء السعادة على أجمل عيون حبايبي وأجمل عيون تشوف الفيديو. ورجعت وياكم بروتين جديد، إن شاء الله يعجبكم حبايبنا. إن شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل المتابعين وكل المشتركين اللي اشتركوا انضموا لقناتي وأصبحوا جزء من عائلتي، على عيني وعلى راسي، وشرفتوني قناتي يومياتهم علي. إذا أول مرة تشوفين اشتركوا وفعل الجرس على الكل، ولايك وتعليق حلو من ايدكم الحلوة، اكون ممنونة يا اجمل وردات واجمل حبايب عندي. طبعا بديت روتيني انا اليوم الصبح، وبعد ما مشن البنات طبعا للمدارس. طبعا قعدت ابني يروح للمدرسة لان هو اعدادية. بعد ما مشيته عجلت، ما شاركتكم طبعا العجين لان انا مشاركته وياكم بنات، والعجين هو هواي مرات عاجنته ونزلته بقناتي. طبعا مشيته وكملت وجيت هنا صورت الخبز. وهذا شكل خبزنا يجنن. وهذا شكل الخبز حبايبنا بعد ما كملت. طبعا ما حد يمي يصور، انا صورت وحيدي. اول مره خبزت بنات بالتنور الكهربائي، طفت شوي الكهرباء ورجعت كملت بالستيل لان ما اظل انتظرها منها لما تجي. قلت على مود اكمل كل شغلي. وطبعا هو تنور الستيل والله بسرعة، يعني صحيح سريع هو بالخبز، وهاي الأجواء يعني زين، الجو مو حار، يعني حرارته كل زينة، يعني مو كلش حار. يعني خبزتين طقطقتين على السريع وطبيت. وبعد ما كملت هاي بنات شوفوا، هذا اللي خبزتين بالتنور الكهربائي، وهذا الخبز الباقي كملته بالتنور الستيل. وبعد ما كملتين قلت أكمل فرد مرة، اجيت خليت غداي على النار. وطبعا هنا أنا سويت شوربة العدس وشعرية طبعا، وأكيد الكل مسوينها وبسيطة والكل مسوينها، وهي ماكو أسهل من عدها، بس حبيت أشارككم يومي. وبعد ما كملتها وطفتها طبعا انتظرت علي لما قعد، قلت له ماما احنا طبعا بصراحة الشوربة ما ناكلها بدون ماجي. جاب لي ماجي وخليت لها، وهم طعمها كان كلش طيب. بنات، هذا الروتين او هذا الفيديو اللي نزلته هو مو بس يعني انا قايلت لكم بهواي فيديوهات، يعني من نطبخ الدجاج ونطبخ اللحم ونطبخ السمك، هذا يومي يعني ايش قاعد اطبخ وايش قاعد ناكل قاعد اصور لكم. هاي سويت الشوربة، وبعد سويت وياها زلاطة، سويت وياها خيار وفلفل، وخير ونعمة من رب العالمين. والقناعة بنات كنز، ونمشي يومنا وندبر أمورنا بالموجود اللي عندنا بالبيت. يعني هذا مثل مشيت بيه وقت أني كملت الغداء بهاي الأشياء الموجودة ببيتي. مثل إذا عندي مثل مسواق بنات، يوم مثل أسوي تبسي، يوم فاصوليا، يوم حمص. وبهذا الأسبوع أنا أعرف شلون أقسمه وشلون أكمل الأسبوع مالتي. وأنتم تشوفون بنات، طبعا هي من منطقة لمنطقة المسواق والأسعار هي تختلف. وهنا طبعا طلعت خيار، ويحبون دائما ليمون ويا الشوربة، وخير ونعمة من رب العالمين. وكملت بنات اني كل شيء ما خليت، يعني نظفت البيت وشلت المواعين مالت الريوق الصبح وغسلتين وكملتين، ما بقى شيء عندي. اخر شيء هي كملت الغداء، قاعده احضر البنات طبعا بالمدرسه بعد ما جايات على الغداء، وقلت احضر كل شيء قبل لا يجن. وهنا طبعا بعد ما كملت الخيار والليمون، او حبينا الفلفل البارد هم وياها، هم كلش طيب، وجيت اسوي. بنات التدبير حلو، ودائما تكوني طبعا حريصة على بيتك. الحرص هو هم كلش حلو، ومو نقول احنا بخل، نقول حرص. وبهذا الموجود اللي عندنا احنا نكتفي، وطبعا نمشي يوم لعائلتنا ولأولادنا. ويا انتم تعرفون مصارف المدرسة والشغلات اللي تطلع، يعني مالت المخضر والمسواق وغيرها، واحد يعرف شلون يمشي الشهر مالته او المصرف مالته. وطبعا بنات هنا بعد ما اجن البنات وحلن وصبيت الغداء، اجتني بوتبوتة شوية ما إلها خلق ومسخنة. فطبعا ما تغدت خطية، لفت راسها ونامت لأن قاعدة من الصبح، قعدت من الصبح على مود الدوام الصبحي. وبعد تغدينا احنا طبعا الموجودين،
والحمد لله والشكر. وجيت أشارككم طبعًا غدانا، والروبة بنات هاي اللي روّبتها وياكم ونزّلتها أكيد بالفيديو مو بنات الفيديو مالت البارحة اللي قبله، وبنات والله طعمها كلش طيب وحلوة. وهاي بنات اللي عندنا بالبيت، يعني الروبة أنا سويتها بالبيت، طبعًا العدس هو موجود عندنا سويته كله من البيت، فهذا اليوم هو غداي كله من البيت، يعني ما جبت أي شي من برا. والمسواق اللي عندي بالثلاجة أحتفظ بيه يعني اليوم ثاني. وهذا كان غدانا، وألف عافية على قلوبنا وقلوبكم. طبعًا تمر وروبة وزلاطة وشوربة وتمن عليه شعرية سويت، أنا طابخته وياكم هم عدة مرات. وكملت الغدا وإجيت أغسل المواعين. بنات هذا البطل طبعًا شوية مريح يعني من أخلي من عنده زاهي، هو مال شامبو خلص الشامبو مالته وخليت بيه زاهي، لأن أنا عندي الدبة هاي أم ال5000 أفرغ من عندها بهذا البطل وأخلي وأغسل المواعين. وهنا إجيت أجلف المواعين ورا الغدا. طبعًا هنا بعد ما كملنا غدا رقاوة راحت نامت، كل واحد راح بجهة وبقيت بس أني. وبعد ما كملت المواعين بنات هم ما شاركتكم، وطبعًا بلشت بالملابس مال المدارس، هم غسلت الأبيض وحد والنيلي وحد. وبعد ما كملت الملابس يلا إجيت طبعًا وأخذت لي راحة شوية وقعدت. وهاي حياتنا هي كلها ركض بركض، الحمد لله والشكر، أهم شي الصحة والعافية والستر، آمين يا رب العالمين. وبعدين هنا نكمل طبعًا مواعيننا. أنا بنات هذا السنك غاسلته وجالفته كل زين بزاهي ومي، ما خليته هنا قاصر، لأن المواعين بنات مو زفرة وأخلي قاصر، مو دائمًا أخلي قاصر، نوبات قليلة، يعني إذا أشوف المواعين زفرة أو تحتاج قاصر أنا أخلي قليل من القاصر، ما أكثر نهائيًا. وبعد ما كملت جلف إجيت هنا طبعًا أشطفهن هنا وأخلّيهن بناتي يوشلن من المي فرد مرّة، وأرجع أشيلهن أخلّيهن بالكاونتر. لين بنات أنا إذا تتذكرون جبت سلة مالت مواعين برمضان طبعًا الفات، والسلة بنات المكان صغير، وتبقى المواعين هوسة، وأخاف يعني من المواعين يعني هيج متعرضة للتراب ومتعرضة مثلًا للحشرات وهالشي هذا، فما أخلّيها. لأن أنا عندي الكاونتر بابه محكم نقول ما ينفتح، دائمًا بعد ما أغسلهن وأكملهن وينشفن من المي أشيلهم وأدخلهن بالكاونتر. وإن شاء الله يكون هذا فيديونا عجبكم، وطبعًا شجعوني وأنزّلكم فيديوهات يومية إذا تحبون شجعوني، وعلى مود أستمر وياكم حبايبي. طبعًا هاي الصينية صارت طبعًا لي جوا سدّيت المي ما خليته ينزل. وهاي كان غدانا وهاي مواعيننا. طبعًا شاركتكم يومي البسيط، إن شاء الله ينال إعجابكم. وأنا أكيد بعد أنتظر البنات يقعدن من النوم العصر، قبل طبعًا راح أبلش بيهن، طبعًا اللي عندها دروس هم أكمل أراجعها، واللي عنده كتابة هم أشوفه إيش كاتبة. ولهنا أقول لكم انتهى الفيديو، مع السلامة حبايبي.